حراك سلمي حتى تعود الحقوق ويتخلص عراقنا الجريح من أوضاع الفوضى والدماء. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. الله أكبر الله أكبر. رجال الحراك الشعبي في بغداد الجمعة 22 من آذار سنة 2013. روح واحد روح مية يبقى صوت العظمية. 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 أهل الدين أهلا أهل الدين أهلا. روح واحد روح مية يبقى صوت العظمية. روح واحد روح مية يبقى صوت العظمية. روح واحد روح مية يبقى صوت العظمية. الله أكبر الله أكبر. إخواني، من قبل قلنا أن هذا الموقف هو موقف لله جل وعلا، وهذا الموقف هو موقف الشرف والغيرة، موقف العزة والكرامة. باسمكم جميعا نحيي عشيرة السادة السوامرة التي رفعت أول لافتة للعشائر في ساحة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. هلا بيوم هلا هلا بيوم هلا هلا بيوم هلا هلا بيوم هلا هلا بيوم هلا. حياهم الله تبارك وتعالى تحية من عنده. ونطالب بقية العشائر أن تتخذ موقفا صريحا. وأن تلتحق بساحة العزة والكرامة بساحة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ثم أيها الأحباب، الله أكبر. لا زال هناك من يخفف عن قضيتنا. من هنا نطالب هؤلاء الذين يخذلون على الناس والذين يخذلون على قضيتنا أن يتراجعوا عن تخذيلهم هذا. ومن هنا نطالب خطيب الحضرة القادمية أن يسمح للمصلين هناك أن يعبروا عن قضيتهم وأن يطالبوا بحقهم من باحة الشيخ عبد القادر الجيلاني. فهذه مطالبة له باسم أهالي بغداد، ونقول أن أهالي بغداد ثابتون على حقهم، معبرون عن رأيهم، مدافعون عن قضيتهم إلى أن تتحقق الحقوق وترجع الحقوق إلى أهلها. بارك الله فيكم. المشوار